بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة قوانين القرآن. والنهاردة هنتكلم عن قانون جميل جدا في القرآن، قول الحق سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى الأصل في هذا الدين إن ربنا عز وجل أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم لتيسير حياتنا. النهارده بنت بتحب ولد، بعد كده بدأوا يقابلوا بعض في السر، وبعد كده من حبها الشديد له غلطوا مع بعض وبقت حامل. بيحصل بقى ان هي بتنزل الولد ده، يا بتنتحر يا بتتفضح وسط اهلها، وبتبقى مشكله كبيره جدا. طب ما من اول نقول ايه؟ نقول غض البصر، نقول الحجاب، نقول ولا متخذات اخدان، بلاش الصحوبيه والكلام ده، نقول في خطوبه، في جواز، نقول يا جماعه نمسك نفسنا، البنت هي الخسرانه من العلاقه دي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من الاول نيسر على نفسنا. النهارده في يا جماعه كشك بيبقى موجود في دول اوروبا وامريكا، اللي هو من خلال الدي ان ايه بتاعك نقول لك مين ابوك. في اوروبا وامريكا مش عارفين مين الاب ومين الام من كتر الصحوبيه ومن كتر ما فيش جواز شرعي، والزنا منتشر، ومعظمهم بيكونوا اولاد علاقات مش كويسه. فالحق سبحانه وتعالى وضع هذا الدين للتيسير علينا. شاب اتعرف على برضه مجموعه، بدا يترك المسجد وترك صلاته، اتعرف على اصحاب سوء، شرب مخدرات، نتيجه المخدرات برضه بدا يضرب امه ويضرب ابوه، يسرقهم عشان يجيب مخدرات، يضيع مستقبله ويسقط، يفكر في الانتحار، يموت اوفر دوز ويموت بسبب مخدرات. مشاكل كبيره. طب ما نقفل الباب ده من الاول وخليك من اهل المسجد ومن اهل الصلاح، ويعني احترم نفسك كده 60 70 سنه، وبعد كده هتقابل ربنا عز وجل، وجنه بقى عرضها السماوات والارض. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الاصل في هذا الدين ان ربنا عز وجل ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الينا عشان ييسر لنا حياتنا، مش العكس. مش زي ما الناس بتقول يا جماعه ان الدين يسر فيقوم يميعوا الدين. نلاقي حاجات كتير جدا جدا يعني حرام بينه، لك لا والله يا جماعه ده الدين يسر وحلال وما فيهاش حاجه. لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولا الصحابه يقول لك لا يجوز وما فيهاش مشكله علشان عايزين نيسر على الناس. لا، مش ده الدين يسر. الدين يسر ان انت لو كنت من اهل المسجد حياتك هتبقى سهله، من اهل القران حياتك تبقى سهله، الحجاب وانك انت ما تختلطيش مع الولاد حياتك هتبقى سهله، وبعد كده ان شاء الله يجي لك خطيبك وبعد كده تتجوزي والدنيا تمشي بسهوله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ده كان قانون النهارده، قانون مهم، ان الله عز وجل قال: طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك. السلام عليكم.